اهلا بكم. لا لرحيل كاساس، لا لرحيل خيسوس كاساس مدرب المحل العراقي هو سبب مرض ودمار الكرة العراقية دون ادنى شك. يا باشا لبي طلبات الراجل، لبي طلبات الراجل حتى من اجل عيون الجمهور العراقي العظيم. ما انت بتضيع في الفاضيه والمليانه، ما جاتش على دي. لبي طلبات الراجل من اجل عيون جمهور العراق الزواق. ما دام الناس كلها متفقه على الراجل، ما دام الجمهور كله واثق في الراجل، لبي الطلبات من اجل جمهور العراق العظيم. عموما خيسوس كاساس الاسباني مواليد 23 اكتوبر 1973، صاحب ال50 عام. المدرب ده درب في أكاديمية برشلونة فترة، ومش كده كمان، لا ده من 2018 ل 2022 كاساس كان مساعد للويس إنريكي مدرب المنتخب الأسباني العظيم. من 2022 وهو متولي تدريب أسود الرافدين، المنتخب العربي القوي والعتيد، المنتخب المحترم، منتخب العزيمة والإصرار. عموما كاساس طريقة اللعب المفضلة 4-3-3، طريقته هجومية بحتة، بيحب الكرة الهجومية، بيحب يطور من الكرات الثابتة سواء دفاعيا وسواء كمان هجوميا. مدرب عظيم وعنده فكر ممتاز للغاية. مش كده كمان، لا ده بيحب يخلق زوايا تمرير، بيحب يفتح زوايا تمرير عن طريق خلق لاعب حر علشان يتيح ليك زوايا تمرير كتيرة. بيحب الضغط أثناء فقد الكرة، بيحب إن الحيازة تكون معاه لأطول فترة ممكنة، بيحب يدور اللعب من الخلف للأمام والخروج بالكرة عن طريق تدوير اللعب وإن هو يدخل حارس المرمى الجيم. أحب أقولك انه بيحب كمان التحرك بدون كرة، وبيحب يضغط دايما على الخصم من اقرب نقطة لاسترداد الكرة. مدرب عظيم بكل معاني الكلمة، ودفاعيا بيحب ينظم الدفاع عن طريق الضغط المنخفض. احب اقولك انه مدرب محترم للغاية، وان شاء الله باذن الله كاساس تحديدا لو استمر مع مواهب العراق المحترمة، المنتخب العراقي خلاص هيفوز باحد بطاقتي مونديال المكسيك امريكا كندا بمشيئة الرحمن عن المجموعة اللي بتضم كوريا والعراق وعمان والكويت وفلسطين والاردن. انا بقولها وبأعلى صوت، العراق في مونديال 2026 ان ظل كاساس تحديدا، لانه عنده فكر وعايز يطبقه، لانه مدرب محترم، لانه مدرب عنده هوية بكل اقتدار، مدرب عظيم بكل معاني الكلمة. وكمان تسلسل ماتشات المجموعة لمنتخب العراق بكل أمانة بتديك الأريحية لما تبدأ 5-9 أمام عمان في البصرة، أول 3 نقاط إن شاء الله في المتناول وفي الجيب، وبعدها بتطلع للكويت 10-9 بمشيئة الرحمن من قلب استاد جابر الحمد الدولي. هتجيب ال3 نقاط لأنكم رجالة بجد، هتجيبوهم، هتوصل لل6 بونت، وبعدها فلسطين هتوصل ل9 بونت، هتروح تجيب البونت من حباب عينين كوريا في الجولة الرابعة وهتتصدر منذ البداية. ولما لا، العراق قادرة على التأهل كأول المجموعة، مش الصعود كتاني كمان. إن شاء الله العراق في كأس العالم 2026 أمريكا المكسيك كندا بمشيئة الرحمن. لا للمدرب العراقي من وجهة نظر الشخصية، مش عايزين مدربين محليين، لأن العراق عندها مواهب كبيرة وعندها مواهب محترمة بجد، عندها مواهب بتعرف تلعب كورة بجد. لذلك عايزين فكر مميز وإن هم يطوروا من نفسهم عن طريق مدرسة أوروبية مختلفة زي المدرسة الأسبانية. لا لرحيل كاساس نهائيا. دمتم في أمان الله.